أهلا يا شباب. لو بتفكر تبدأ في مجال الاي تي فأنت في المكان الصح. النهاردة هديك الكارير باث اللي تمشي عليه خطوة بخطوة من أول مستوى للمبتدئين لحد ما توصل لمستوى البروفيشنال وتبقى متمكن في المجال. يلا نبدأ. الشركات عاوزة إيه؟ النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا لأي حد عايز يدخل مجال الاي تي. هنتكلم على الوظائف الأساسية اللي أي مؤسسة مش ممكن تستغنى عنها، وأشرح لكم كل وظيفة بتعمل إيه والشهادات اللي بتساعدكم تدخلوا المجال ده. أول حاجة لازم نفهم إن أي شركة بتحتاج سيستم عشان تشتغل عليه. السيستم ده في الغالب بيكون ERP سيستم ومربوط بقاعدة بيانات، واللي مسؤول عن تشغيلها وضبطها وإدارتها هو شخص اسمه Database Administrator أو DBA. دوره الأساسي هو التأكد إن قواعد البيانات شغالة كويس ومتكاملة مع أي برامج تانية الشركة محتاجاها، يعني بيعمل انتجريشن مع السيستمز التانية. لو عايز تدخل المجال ده طبعا لازم هنفكر في مايكروسوفت سيكوال وأوراكل داتابيز مبدئيا. بعد كده السيستم ده محتاج يوصل لكل الموظفين عن طريق شبكة نتوركينج، وعشان كده لازم يكون عندنا نتورك ادمنستريتور اللي وظيفته بيربط كل الفروع ببعض ويضمن ان الشبكة شغالة بدون مشاكل. ولو بتفكر في المجال دوت يبقى شهادات زي نتورك بلس CCNA هتكون هي المجال بتاعك. طيب عشان كل الأجهزة تشتغل كويس والصلاحيات تبقى مظبوطة لازم يكون في حد مسؤول عن الصلاحيات زي السيستم ادمنستريتور. دوره انه بيحضر السيرفرات، بيعمل بيئة عمل اون بريميسز او على الكلاود، هيشغل السيرفرات بشكل مثلا فيرتشوال ماشين، يتأكد من الباك اب، الانتي فيروس يكون شغال، داتا سنتر، الهاردوير، وبالإضافة بيظبط الصلاحيات للمستخدمين للشبكة ويتأكد إن كل الأجهزة شغالة تمام. حاجة زي كده بتتطلب مبدئيا إن هو يبقى عارف كورسات زي MCSA ولينكس Essential. دي بداية ممتازة. نروح للخط الأولاني اللي بيقابل الموظفين أو العملاء لما يحصل أي مشكلة، اللي هو الوظيفة اللي اسمها ال IT Support أو ال IT Help Desk، وساعات تسمى IT Specialist. الشخص ده مسؤول عن حل أي مشكلة تقنية بسرعة. لو أنت عايز تدخل المجال فأنا شايف هي دي الطلعة الأولى ليك إن أنت تبتدي بيها عشان تبتدي تحدد الباث بتاعك هيشتغل إزاي بعد كده. والكورسات اللي ممكن تاخدها والشهادات اللي تفكر تدرسها حاجة زي كومبيثيا A بلس أو ITIL Foundation هتفيدك جدا. بعد كده بتحدد طريقك هيكون في أنهي اتجاه زي اللي لسه قايلين عليه من شوية. فالوظائف هي دي الأساسية لأي شركة: database administrator, network administrator, system administrator, IT support. من غيرها مفيش أي شركة ينفع تشتغل، لازم دولت وظائف أساسية. طبعا في وظائف كتيرة موجودة في الشركات، بس هنتكلم على الأساس اللي منه هنعرف التشعبات الأخرى في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. في حاجة مهمة جدا لازم أي حد في مجال الاي تي يفكر فيها من البداية، وهي اللغة الإنجليزية. خليني أكون صريح معاك، من غير الإنجليزية الدنيا هتبقى أصعب عليك جدا، لأن أغلب المصادر والشهادات والبرامج اللي هتشتغل عليها كلها بالإنجليزي. طب إيه الحل؟ أول حاجة ما تخليش الموضوع يخوفك، الموضوع سهل وبسيط. لو بدأت واحدة واحدة ركز على الحاجات الأساسية اللي هتفيدك في مجالك. ابدأ بتعلم المصطلحات التقنية، يعني اعرف الكوماندات اللي بالإنجليزي، اقرا شوية هيلب عن الكوماندات، تبتدي تفتح في الدوكيومنتيشن شوية. لو عملت سيرش على الإنترنت عن مشكلة عندك في الاي تي فأنت هتلاقي كل الإجابات اللي هي هتوصلك للصح أو توصلك للإجابة المثلى هتلاقيها بالإنجليزي. اقرا فيها ودوس فيها واقرا وتعلم. في كورسات مجانية كتير على اليوتيوب، شوف اللي بتركز على تحسين النطق والمحادثة، دي هتفيدك جدا. خلي عندك قاعدة، مش لازم تكون بيرفكت في الإنجليش، لكن المهم إنك تكون تعرف الأساسيات اللي تشغلك، عشان شوية بشوية هتتقن اللغة دي، وبمرور الوقت هتلاقي نفسك بتتطور بشكل طبيعي لأنك بتتعامل مع الإنجليزي كل يوم في شغلك. افتكر دايما إن الإنجليزي مش عقبة، ده مفتاح عشان نجاحك في الأي تي. فابدأ دلوقتي، الموضوع مش هيكلفك حاجة غير شوية وقت ومجهود. ركز على اللي أنت بتحبه وابدأ خطة واضحة. أنا موجود عشان أساعدك في أي حاجة، اسألني على الكومنتات وأنا تحت أمرك وأجاوبك في أي وقت. الفيديو الجاي احنا هنتكلم على ازاي تقرا الجوب ديسكريبشن وازاي اعرف انهي وظيفة اللي تناسبني. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم باقي الفيديوهات. يلا نكمل رحلة مع بعض وشجعوني وربنا يوفقكم.